السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة الشارع الألماني مع محمود التلباني. النهاردة يا شباب عايزين نبتدي نتعرف شوية عن الدي فاميليا. دي فاميليا اللي هي العائلة. هنبتدي نتعرف على العائلة وشجرة العيلة بالنسبة لمستوى A1. طيب خلونا دلوقتي هنبدأ مع بعضينا من الجد والجدة. هنلاقي هنا هوت أنا كاتب إن دي فاميليا هنبتدي مع الجد اللي هو الجد، يعني جروس فاتا وأداته der. جروس فاتا وأداته der. طبعا أنا كاتب فاتا وموتا بلون أحمر علشان لو حد عارف إن كلمة فاتا لوحدها يعني أب وموتا يعني أم، فبالنسبة له هو بس هيضيف كلمة جروس اللي هو كبير، يعني الأب الكبير. هي ديت معنى كلمة الجد في اللغة الألمانية وأداتها der، فهتبقى der جروس فاتا. والألمان برضو بيقولوا أوبا. أوبا يعني جد. طيب الجدة جروس موتا وأداتها دي. ليه؟ علشان موتا أداتها دي، فهتبقى جروس موتا أو أوما. أوما يعني الجدة. طب الاتنين مع بعض زي ما بنقول مثلا اللي هو جدي وجدتي، هتبقى دي جروس إلتان. دي جروس إلتان. وإلتان برضو أنا هعملها بلون مختلف لأن لوحدها معناها الوالدين اللي هم الأب والأم، فلما بنضيف لها كلمة جروس المقصود بيها إن الجد والجدة، فهتبقى دي جروس إلتان. الموضوع سهل جدا. طيب ناخد مثال zum Beispiel لما يجي يقول لك wer ist das. wer ist das. بسرعة wer ist das. من هذا؟ مين دوت؟ هتقول له das ist mein Großvater. هذا جدي. das ist mein Großvater. أو هتقول له das ist meine Großmutter. das ist meine Großmutter. هذه جدتي. وهنا طبعا ضفنا ال A لأن موتى أداتها دي، فبنضيف ال A. أو ممكن يجي يقول لك wer sind das. فهنا das بمعنى هؤلاء. طب عرفت منين؟ الفيرب هنا تصرف مع الجمع، لكن لو تلاحظوا هنا الفيرب تصرف مع است يعني المفرد، فهنا بقت معناها من هؤلاء. مين دول؟ تقول له das sind meine Großeltern. das sind meine Großeltern. هؤلاء جدي وجدتي. دول جدي وجدتي. هنيجي لتاني صفحة معانا هنلاقي إن الأب بقت فاتا وأداتها der، وإن الأم موتا وأداتها دي، وإن الوالدين يعني دي إلتان. دي إلتان. كل اللي أنا عايز من حضرتك إنك أنت بس تكتب ورايا زي ما أنا بقولك، وفي الآخر أنا إن شاء الله جايب لك مايند ماب معايا بتبين لك الفاميليان باوم اللي هي شجرة العيلة، برضو هتسهل الموضوع. ولكن انا عايزك تكتب بحيث الكتابة بتساعدك على الحفظ وبتثبت المعلومة اكتر. هنلاقي هنا طبعا كمثال هيقول لك wer ist das. من هذا؟ فهتقول له das ist mein Vater. das ist mein Vater. وممكن تقول برضو بابا. الألمان بيستخدموا بابا عادي، يعني هذا أبي. و das ist meine Mutter. das ist meine Mutter يعني هذه أمي. أو ممكن يقول لك wer sind das. من هؤلاء؟ فهتبقى das sind meine Eltern. das sind meine Eltern زي ما قلت لكم Eltern يعني الوالدين. طيب هنا هنبتدي بقى ننزل خطوة كمان. عايزين نعرف ان الأخ والأخت، فهنلاقي ان الأخ يعني برودا. برودا وأداته der، والأخت يعني شفيستا وأداتها دي. طب الإخوة أخ بقى وأخت، يعني مثلا أخين وأختين، أخين وأخت. الإخوة بشكل عام يعني دي جشفيستا. دي جشفيستا يعني الأخوة. فهاجي أقول لك wer ist das. من هذا أو هذه؟ هتقول das ist mein Bruder. دوت أخويا، هذا أخي. أو das ist meine Schwester. das ist meine Schwester. هذه أختي. فهقول لك wer sind das. طب مين هؤلاء؟ هتقول das sind meine Geschwister. هؤلاء إخوتي أو أشقائي.
فلما اقول لك هؤلاء بشكل عام واخوك واخواتك قاعدين، هتقول das sind meine Geschwister، دول اشقائي. بعد كده عايزين نتعمق شوية عند العم او الخال او الخالة، فهنلاقي ان اونكل واداتها der اونكل يعني الخال او العم، الخال او العم يعني der اونكل، والخالة او العمة دي تانت، دي تانت، وابن العم او الخال او العمة او الخالة يعني der كوزين، der كوزين، وابنة العم او الخال او ابنة العم او الخالة هتبقى كوزينة واداتها دي كوزينة. فلما اجي اقول لك مثلا wer sind das، مين دولت، فهتقول لي das ist meine Onkel، das ist meine Tante، das ist meine Cousine، das ist meine Cousine. ده عمي، هذا عمي أو خالي، هذه عمتي أو خالتي، هذا ابن خالي أو ابن عمي، هذه ابنة عمي أو ابنة خالي. طيب دلوقتي طبعا معانا الصورة التوضيحية اللي هتسهل الموضوع ده كله، اللي هي meine Familie أو اللي هي Familienbaum اللي هي شجرة العيلة. هنلاقي هنا أنا كاتب لكم mein Großvater أو Opa وماين Großmutter oder Oma يعني الجد والجدة، ومع بعض يعني Großeltern وأداتها دي Großeltern، وهنا mein Vater meine Mutter والدي والدتي، ودي Eltern يعني الوالدين، وهنا mein Bruder أخويا، وماين Schwester أختي ودوت إيش اللي هو أنا، وهما الاتنين بالنسبة لي يعني دي Geschwister يعني الإخوة، أو meine Geschwister يعني إخوتي أو أشقائي. بعد كده هنلاقي mein Onkel يعني عمي أو خالي، وماين Tante يعني عمتي أو خالتي، وكوزين وأداته der هتبقى mein كوزين يعني ابن عمي أو ابن خالي، وماين كوزينة يعني ابنة عمي أو ابنة خالي أو ابنة عمتي زي ما قلت لكم. بس كده ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. هو الموضوع بسيط ولكنه مهم، بحيث هتبتدي تستخدمه في المحادثة، تبتدي تتعرف على كلمات جديدة وتتعمق أكتر في اللغة. فأتمنى تكون الحلقة عجبتكم. لو حد عنده سؤال أو أي استفسار ياريت يكتب لي في الكومنتس تحت وإن شاء الله هرد عليكم. Wenn dir das Video gefallen hat und etwas davon gelernt hast, bitte vergiss nicht meinen YouTube-Kanal zu abonnieren und einen Daumen hoch zu geben. لو عجبتكم حلقة النهاردة يا شباب ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير لو حد مهتم بالمحتوى دوت. See you guys.